حبايب قلب عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. احلى بوسه لاحلى مشاهدين ومتابعين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كبده، بس مش كبده بقى، طبعا احنا متعودين نعمل كبده اسكندراني، إيه كبده بانيه، إيه كبده بالثوم. انا النهارده انا فعلا كنت جايباها على اسم ان انا هعملها بانيه، جايباها شرايح زي ما انتم شايفين كده، كنت هجيبها عليها بانيه ماشي. بس الولاد كانوا بره طبعا النهارده، فانا قلت اطلع ايه شريحتين من الكبده كده اعملهم بانيه، بس انا في دماغي مش هعملها بانيه. بصوا انا متبلاها بايه؟ انا متبلاها بتوم بالهريسه اللي انا عاملاها، فلفل حامي، فلفل بارد، خل، توم، ليمون، بصوا كمون. يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، لونها متغير كده من الخل والليمون. فانا هعملها النهارده واحط لها، احط لها ايه؟ هحط لها قرن فلفل حامي، تبقى حاميه جدا 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 ماشي، بطريقه سهله وبسيطه. ونسمي الله ماشي. تبقى معلقه سمنه بلدي كده حلوه، تديها طعم وريحه وطراوه زي ما انتوا شايفين كده. احط فيها اكتر من كده، انا متبلاها وزي ما انتوا شايفين اهو، متبلاها كده زي ما انتوا شايفينها جميله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. صلى على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بحب احط لها سمنه بلدي، اللي بتديها طعم وبتطريها، وهي السمنه البلدي عامه بتطعم اي اكل، طعم اي اكل زي ما انتوا شايفين كده اهو. جبت القطعه اهي، وادي السمنه مع الثوم مع الجباره، اقسم بالله تحفه. شايفين؟ تحفه تحفه بمعنى كلمه تحفه. هحط لها ايه وانا بحمرها دلوقتي كده؟ احط الفلفل الحامي العسل ده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى انا كنت مكلمه الست اللي بتجيب لي الجبنه واللبن، جابت لي بقى نص كيلو جبنه تستاهل بقكم، قسما بالله تستاهل بقكم. طبعا عشان انتوا كل سنه وانتم طيبين. الاول انا اسفه ان انا نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب ويجعل علينا الايام بخير كلها وعلى امه المسلمين اجمعين. طبعا انا جايبه الجبنه دي عشان بنتسحر بيها، عشان طبعا احنا بنصوم بقى ال10 ايام دول، ربنا يقدرنا ويقدركم يا رب، ويقدرنا على فعل الخير جميعا. فانا جايباها عشان بنتسحر بقى بيه. جبنه بقى، بصوا تعالي قربي كده، قربي كده، قربي كده. الجبنه القريش الفلاحي دي، الجبنه القريش يا جماعه، بصوا عامله ازاي، والطعم طعم حكايه. جبنه قريش تحفه قسما بالله تحفه، طريه، الملح بتاعها مظبوط جدا جدا ومنتهى الجمال. هحطها بقى في علبه وناخد بقى منها نسحر منها. زي ما انتم شايفين كده الكبده ما بتاخدش وقت خالص في السوا، عشان كل ما بتاخد وقت في السوا كده تخش في سوا بتعمل ايه؟ بتنشف وتشد منك يا ست الكل. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هو ما بتاخدش سوا خالص زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. انتم شايفين بس مش شامين الريحه، اقسم بالله العلي العظيم الريحه تحفه، لان الخلطه اللي التتبيله اللي انا عاملاها البرطمان، يعني بصوا بفتح ريحه، مجرد ما بفتح ريحته بتطلع. عامله في البرطمان ده ايه؟ فلفل بارد وفلفل حامي، وحاطه عليها توم طبعا وملح وكمون وكزبره. دي بخليها لتحليل الباذنجان، لكبده، الملوخيه، لاي حاجه، منتهى الجمال. بصوا عسل. القرن الفلفل الحامي ده يخليها سبايسي بقى، يعني اللي ياخد سندوتش، اللي كان نفسي اجيب عيش قالي، عيش بلدي اعملها سندوتشات، بس للاسف ايه الراجل ما عداش النهارده. شايفين الجمال والحلاوه؟ انا مغمسه برقاق بقى، هي بتاكل لوحدها من غير لا سلطه ولا مخلل. انا ما عندتش بجيب المخلل يا جماعه، ولا عندي بعمله. انا ممكن اعمل، انا كنت ما فيش مخلل ما عملتوش، بس انا عندي حصوه على الكلى واملاح زايده زياده عن اللزوم، فعشان كده ما عندتش بعمل مخلل معاك، ولا عندي بجيبه من المحلات من بره. بص الجمال. لا استنى، هو انت عايزاني اسيب القرن الفلفل الحامي ده اللي محمر واخد بهاريس الكبده كلها في السمنه البلدي؟ لا طبعا مش هسيبه، لا والله ابدا ما يحصل. ده متغذي بالسمنه البلد ومعلقه السمنه البلد والصوص الجميل ده. شايفين؟ يعني بالله عليكم ده محتاج كلام؟ تعالي قربي، ده لسه. انا ينفع اكله كده من غير الفلفل الحامي؟ ما يبقى بصوا ياخد سندوتش يعني يقول حرام عليكي. هي كبده سبايسي، يعني ايه سبايسي؟ يعني حراقه جدا جدا جدا.
ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ بالله عليك ما استاهلش ملك. انا لسه كمان استنى هتطلعهاش ملح. انا لسه كمان معايا ايه؟ معايا كيس كمار 11 بهار للكبده، افتحه كده بدل الملح ونطعم بقى وعيشي بقى. شايفه استني كده، شايفه الجمال. وعيش بقى، عيشوا بقى يا حبايب قلبي بألف هنا وشفا. صوما مقبولا وافطارا شهيا، وكل سنه وكلكم طيبين يا حبايب قلبي، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء. وما تنسوش اللايك لاختكم حبيبتكم، وبحبكم في الله يا حبايب.